كان في حاجه كان نفسي اجيبها بقالي تقريبا سنتين او 3 ومكنتش عارفه تجيب منين. بالصدفه وانا ماشيه قدام عصير الكتب كده لقيت مكان اسمه بوك اوتلت بيبيعها، اللي هي اخيرا بعد معرض الكتاب ما خلص بشهرين تقريبا. بوك هول معرض الكتاب. طيب البوك هول ده اتاخر لسبب مهم جدا، انه انا كنت عامله ليزك، فانا مكنتش شايفه اصلا. انا روحت المعرض وانا مش شايفه ونزلت يوم واحد، فما جبتش حاجات كتير. ولكن ده بوك هول معرض. كان في حاجه كان نفسي اجيبها بقالي تقريبا سنتين او 3 ومكنتش عارفه تجيب منين. بالصدفه وانا ماشيه قدام عصير الكتب كده لقيت مكان اسمه بوك اوتلت بيبيعها، اللي هي النوت بوك الباسورد. احنا بيت طبعا يعني بيوت مصريه معروفه ما فيش حاجه اسمها خصوصيه، فبالتالي اي حاجه بكتبها يعني مصر كلها بتعرفها. فلقيتها ب 400 جنيه بس هي تستاهل، يعني جلد وتحفه. العيبها الوحيد اللي واجهني ان انا اول يوم عملت لها باسورد كنت متحمسه بقى لسه راجعه من المعرض، تاني يوم نسيته. هي بتيجي اصفار، يعني 3 اصفار كده، ده الباسورد الاساسي. انت بقى بتيجي بتروح عامل ايه، بتروح عامل كده حلو، ان انت بتروح سايقها لقدام حلو، مش ان انت هتفتح زقها لقدام وتبتدي تعمل باسورد جديد حلو، وبعدين تسيب وتبتدي ان هي تفتح معاك. فساعتها بعد ما بتعمل الباسورد بتفتحها عادي جدا. من جوه هي عباره عن ورق كرافت، دي امضة احمد يونس. وقفت طابور عشان من الظهر لحد الساعة 5 انا وصحابي. يعني احنا حرفيا اليوم كله بتاع المعرض خلص على احمد يونس. من جوه جزء ورق كرافت عادي اللي هو ينفع مثلا ترسم عليه او حاجة، ورق سادة، وجزء تاني بيكون مسطر تقدر ان انت تكتب فيه، ولكن انا لحد دلوقتي مستخسره اكتب فيها حاجه بصراحه. فيعني ده مرض، انا بجيب النوت بوك اوقات كتير مكتبش فيه حاجه. في حاجه اكتر كتاب كان فايرال الفتره اللي فاتت، مصر كلها كانت بتصيح عليه، الدول العربيه كلها كانت بتصيح عليه، وهو لا انام لاحسان عبد القدوس. هو كتاب ضخم بصراحه، هو يعني 550 صفحه، ولكن الغريب فيه فعلا انا عمري ما قريت لاحسان عبد القدوس، وطول عمري كنت شايفه ان حسين عبد القدوس ونجيب محفوظ والناس دي كتاباتهم الادبيه تقيله، يعني انا محتاجه اخد وقت على ما اقراه. ولكن الكتاب ده خلص معايا في 3 ايام بالظبط، و3 ايام ده لان انا كنت لسه خارجه من عمليه الليزك، فانا مش شايفه اصلا انا بقراه، ولكن تحفه تحفه تحفه. عشت مع الشخصيات. كان نفسي ادخل جوه الكتاب اضرب نادية بس ما عرفتش للاسف. يعني انا مش هحرق لكم القصه، ولكن هي عباره عن بنوته اسمها نادية، غصبا عنها بتبتدي ان هي تعمل افعال شريره، زي ان مثلا لو لقيت 2 بيحبوا بعض بتفرق ما بينهم. لقيت باباها اتجوز، فلا هي عايزه تكون هي سيده البيت، دايما تكون هي المتحكمه في البيت، فراحت خليته ينفصل عن مراته. يعني عملت فيلم كده وهي كأن مراته بتخونه مع اخوه. يعني اكتشفت في الاخر ان هي طبعا كل اللي بتعمله ده غلط، والقصه كلها ان هي بعد كل جريمه زي دي بتعملها بتقول وكنت دائما لا انام. هي الفكره كلها في ان هي فعلا عذاب الضمير بيأنبها، هي مش عارفه تنام. الروايه تحفه. طبعا احسان عبد القدوس كتب حاجات كتير، اشهرهم برضك لن اعيش في جلباب ابي. فان شاء الله معرض الكتاب الجاي بحاوش ان انا اجيب اعماله كلها. غني عن التعريف، للاسف هو جالي هديه، وللاسف هو كوبي، فانا في مره هطلعه في جيف اواي، بس انا قريته وناويه اجيب السلسله كلها اوريجينال بس معرض الكتاب الجاي، لان معرض الكتاب بيكون فيه خصومات كبيره جدا بدل ما اروح اجيبها بسعر فلكي زمهريه. هي عيبها من الوحيد بالنسبه لي ان النهايه صادمه ومش مقنعه بالنسبه لي. يعني هحرق للاسف وهكتب ان ده حرق عشان محدش يتصدم. ازاي عاصف اللي هو البطل في الاخر يموت؟ الموضوع مش مقنع تماما. فبالنسبه لي انا مستنيه الجزء الاخير ومتاكده انه ما ماتش. يعني
اكيد مفيش بطل بيموت او بيموت في الجزء الاخير، ده مش الجزء الاخير، يعني لو سمحت ما تموتوليش دلوقتي. الكتب دي كلها انا هسيب صورتها هنا بحيث انه اللي مش شايف الكتاب، عشان انا طبعا بصورها سيلفي، يبقى عارف انا بتكلم عن ايه. مطبع ايقاف التنفيذ كنت عايزه اجيبه من مده، هو اصلا نزل روايه تانية، لاني كنت بتابع طارق عزت على اليوتيوب من بدري قوي، وكنت بشوف فيديوهات ليه عن ان هو كان بيعلم ازاي تكتب روايه، كان بينتقد اعمال معينه. كنت بصراحه بحب ترشيحاته جدا، فانا بثق فيه وواثقه في كتاباته. انا ما قريتوش لسه بصراحه، ولكن انا واثقه ان في حاجه عظيمه جوه. ده بقى كان نازل اوفر في عصير الكتب اسمه اللعبه. بصراحه انا معنديش ادنى معلومه هو بيتكلم عن ايه، بس انا لقيت بصراحه الكواليتي بتاعته رهيبه بصراحه من جوه، وكان نازل ب50 جنيه. و يعني الكلام اللي على ظهر الكتاب شدني، انا برضه هسيبه لكم هنا لان اكيد مش هتشوفوه. ف جبته، لسه ما قريتوش، بس اكيد لو قريته هطلع اعمل ريفيو عن حبه كتب حلوه انا قريتها. ولكن لحد دلوقتي لو هرشح لكم كتاب هو لا انام، وطبعا مطبع ايقاف التنفيذ ده من غير ما نقراه اصلا. سلسله ابابيل بصراحه كلها تحفه، يعني ده رايي الشخصي. لو انت بتحب الفانتازيا وما بتحبهاش ومش مقتنع بالموضوع ده، فمن رايي ما تقراش ابابيل خالص، ولا تقرا لعمرو عبد الحميد. عندنا الروايه اللي كنت هموت واجيبها، مصر كلها برضه بتصيح عليها، اللي هي روايه مجدولين. انا بقى عندي سؤال، هي مجدولين مكتوب لي هنا ترجمه مصطفى لطفي المنفلوطي، الطبعات تانية اصل دي من دار اسمها الشاهد، يعني كنت شفتها كانت ب50 تقريبا، 50 جنيه. فالسؤال بقى، هي دي ترجمة مصطفى لطفي المنفلوطي ولا ده عمل لمصطفى لطفي المنفلوطي؟ يعني انا سمعت عنه كتير وكنت ناوي اجيب مجدولين، ولكن انا مش قادره افهم لحد دلوقتي هي ترجمته ولا ده عمل تبعه. ولكن في الحالتين هي تحفه وانا متاكده. على حد علمي روايه رومانسيه، ممكن تكون نهايتها مش رومانسيه، بس انا عارفه ان هي روايه رومانسيه وفي اقتباسات كتير جدا منها شفتها تحفه. فهنقراها امتى معرفش، بس هي هتتقري اكيد. وانا برضو كان عند عصير الكتب، انا عصير الكتب مفلساني، لقيت حاجه ما قدرتش افوتها، وهي هما كانوا عاملين اجزاء كتير، الجريمه والعقاب جزئين في بوكس شيك جدا جدا، يعني انا شفت البوكس ما قدرتش اقاوم بصراحه. وهي الجريمه والعقاب اساسا جزء واحد، ولكن عشان الجزء كبير جدا، يعني الجزء الواحد من دول حرفيا كام صفحه، 400 صفحه. فهم عشان يوفروا ان صعب طبعا تمسك كتاب 800 صفحه في ايدك، شيء غير منطقي بالمره، فهم عملوها جزئين. وكان جوه فيه بوك مارك، والكواليتي بتاعتهم يعني حاجه فوق الوصف بصراحه. ناس كتير بتشتكي من ترجمه عصير الكتب، بصراحه انا لسه ما قريتهمش، ولكن لو حلوين هما كانوا منزلين بوكسات تانية زي دي للقبله و تقريبا اخوه كازانوفا، مش عارفه بصراحه. وكان في ايه تاني يا ربي، انا فاكره ان هم كانوا منزلين كذا سلسله، هحطها لكم برضه على الشاشه بحيث ان انتوا تكونوا عارفين. كانوا نازلين بقى بسعر تحفه بصراحه، كانوا نازلين البوكس ده كان ب 250 جنيه، فانا بصراحه يعني ما قدرتش اقاوم فجبته طبعا. ما قريتش غير اول جزء ومش كله، قريت حبه بس، وانا شايفه لحد دلوقتي بصراحه ان الترجمه مش سيئه. واحده بحب الرسم مكانش ينفع اروح معرض الكتاب من غير ما اجيب لي نوت بوك. كنت ناوي اجيب واحده عليها بقى لوحه نجوم لفان جوخ، بس للاسف ما لقيتش قدامي، ولقيت دي كانت عامله 100 جنيه، كانت شكلها تحفه بصراحه، ومن جوه ابيض. كان في منها كرافت، بس عمري ما رسمت على كرافت عشان اعرف ارسم عليها، فجبت دي. وكان الكتاب ده اللي هو المرأة في الخطاب القرآني، كان ترشيح قديم جدا، بس هو كان ترشيح لي نضال ويتس. لو ما تعرفوش هي موجوده على اليوتيوب، مش عارفه ازاي صراحه انتوا ما تعرفوهاش، يعني تقريبا انا متربيه على فيديوهاتها حاجه زي كده. باختصار شديد عن المرأة في القرآن، مفيش تقريبا شيء اتذكرت فيه المرأة في القرآن الا هو مكتوب هنا بالتفسير بتاعه.
فبصراحه هو فادني جدا في ان انا في حاجات كتير انا ما كنتش فاهماها. كلنا واحنا بنقرا القران اكيد بيعدي علينا كلام احنا مش فاهمينه. دول بقى الثلاثه دول تحديدا كانوا من الهيئه العامه المصريه للكتاب. الثلاثه دول هسيب صورهم برضو. ده بصراحه انا ما قريتوش تماما وكان تقريبا 30 جنيه. هو صغنون جدا بس ما قريتوش لسه. ده بقى انا قريته. ده عباره عن نقدر نقول قصائد شعريه. اللي كان مكتوب عليه شدني جدا، يعني انا سيبلكوا صورته وشه وظهر كمان. اسمه خطط بديعة للبقاء. هي الشعر اللي جواه حلو، ولكن انا مش من مفضلين الشعر اساسا. يعني انا ما بحبش اقرا شعر. انا بقرا روايات، بقرا كتب علم نفس. الشعر لا، ولكن بجد هو كان حلو جدا. هو كان ب50 جنيه وقيمه مقابل سعر مقابل مش عارفه اقول ايه واخلي ايه. دي بقى اكتر روايه مستفزه بعد لا انام. الروايه دي هي تخلص في نص ساعه لو انت يعني ما وراكش حاجه بتبيع نص ساعه. هي بالظبط يعني 90 صفحه، ولكن طبعا انا قريتها في اكتر من كده لان انا زي ما قلت كنت عامله عمليه. ف هي قصتها باختصار عن واحده متجوزه واحد تقريبا كبير في السن، حاجه زي كده. فمش فاكره مات تقريبا حاجه فتقريبا مات. فاللي حصل ان هي حبت واحد تاني، حبته في يومين وكانت جنايني، حرفيا كانت جنايني. يعني انت ست ليدي غنيه حبيتي الجنايني، مشيتها، حبيتيه في يوم وسبتي حياتك وسافرتي معاه واديتيله فلوسك. ايه يا ست، ايه يا ماما، ايه يا حبيبتي. يعني هي رواية بتتكلم في حب جيل السبعينات التسعينات. يعني مستحيل ده يبقى جيل الالفينات، خصوصا يعني ستايل اللبس وستايل الشعر حتى. فايا كان الجيل يعني ايا كان الحقبه الزمنيه او الجيل اللي بتحكي في الروايه، فهي لطيفه تخلص بسرعه، ولكن غير منطقيه بالنسبه لي. انا الفانتازيا اهون بالنسبه لي. هاتلي بطل بيطير اهون من اللي انت بتقوله. برضو كانت من خصومات عصير الكتب، كانت ب50 جنيه. كانت منازل اللوعة. هي مش رواية ومش رواية، يعني هي رواية في نفس الوقت تحسها قلب على شعر محدش فاهم لها حاجة، وانا ما قريتهاش لسه بصراحة. الرواية اللي انا محتاجة فعلا اقراها الليالي البيضاء لدوستويفسكي. بقالي فترة مش عارفة ليه بحب دوستويفسكي رغم ان هو نكدي، بجد هو نكدي. ولكن يعني انا منزله على القناه اقتباسات كتير جدا للروايه دي. هو باختصار ان هي 4 ليالي. حب فيهم البطل واحده كانت تقريبا مستنيه حبيبها يرجع او حاجه زي كده، والواحده دي ما كلفتش نفسها حتى ان هي تسال على اسمه. ف مش انا بحب الحاجات النكديه دي بصراحه. ما عنديش ادنى مشكله مع، يعني ده منطقي ان هو مش منطقي انه يحب واحده في 4 ايام، بس منطقي على الاقل ان هو حب واحده وما عبرتوش، عادي مش ازمه. انما ان انت تحبي لي واحد جنايني، انما ان انت تحبي لي واحد في يومين وانت اكبر منه وتديله اللي وراكي واللي قدامك، ليه يا ماما؟ انت كسبتي فلوسك دي بنك الحظ؟ دي الكتب اللي انا جبتها بجد حاجه. في اعمال احسان عبد القدوس كلها، اعمال مصطفى لطفي المنفلوطي بعيدا عنها مش فاهمه هي الترجمات ولا هي دي اعماله. اعمال دوستويفسكي حلوه. لو انت عندك خلق النكد هتبقى جميله جدا بالنسبه لك. بس وكده وصلنا لنهايه الفيديو. متنساش تعمل لايك واشتراك وتعمل شير للفيديو بحيث انه يعني المهتم بحاجه زي دي يوصل لي بدل ما انا قاعده.